السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي، هناخد مع بعض دلوقتي مصادر الطاقة في قارتي آسيا وأوروبا. طب احنا خدنا الأول المعادن وتعرفنا عن المعادن. دلوقتي هنتعرف على مصادر الطاقة اللي معانا ونشوف كل واحدة أهميتها ايه، وكمان الدولة بتاعتها موجودة فين. بيقول لنا يعتمد قيام النهضة الاقتصادية في العالم على الطاقة. طب الطاقة دي تتوفر في قارتي آسيا وأوروبا. إيه الطاقة اللي موجودة عندي؟ ألاقي الطاقة الأحفورية والمتجددة. تعالوا نشوف المتجددة والأحفورية هنلاقيها بيتكلموا على إيه النهاردة. الطاقة الأحفورية أول حاجة بيكلمنا فيها هي الفحم. بيقول لنا ظل الفحم حتى بداية القرن الماضي المصدر الرئيسي للطاقة في العالم. في الوقت دوت خلينا نرجع شوية قبل اللي بيتكلم عليه. كان عندي طاقة اسمها طاقة البخار، ابتدوا يشتغلوا عليها وابتدوا كمان يشغلوا بيها المصانع والآلات بتاعتهم. شوية شوية ابتدوا اللي هم يتطوروا في القرن العشرين، وابتدوا يستخدموا في الطاقة بتاعتهم الفحم. ففي الوقت دوت الفحم ظل بداية القرن الماضي في القرن العشرين المصدر الرئيسي للطاقة. أي حد عايز يشغل الآلات بتاعته المصانع بتاعته أي حاجة كان بيروح للفحم. كان يشغل ثلثي الطاقة المستخدمة في العالم. يبقى الفحم عندي كان قد إيه من الطاقة المستخدمة؟ كان تلتين الطاقة المستخدمة في العالم تجيلي من الفحم. طب النسبة ديت فضلت ولا ابتدينا نستخدم حاجات تانية أفضل وأحسن؟ قال لنا والله لا، النسبة ابتدت تتراجع، يعني بتقل نسبته تدريجيا حتى وصلت إلى ربع الطاقة المستخدمة. يبقى من تلتين نزلنا إلى ربع الطاقة المستخدمة. طب ده سنة كام؟ سنة 2023. وكمان من المتوقع إن هي تقل كمان في المستقبل، عشان كل ما نكون في المستقبل كل ما بنبدأ نتعرف على أنواع جديدة من المعادن ومن مصادر الطاقة. أولى الدول في قارة آسيا إنتاجا للفحم اللي حاطة مناخيرها في حياتنا، في كل حاجة هنلاقيها سواء مصادر طاقة أو معادن بتكون نطة. هي مين؟ هي دولة الصين. طب الصين تديني قد إيه من الإنتاج؟ تنتج نصف الإنتاج العالمي. يبقى آسيا نص إنتاج دولة الصين. قارة آسيا، دولة صين، إنتاج نصف الإنتاج العالمي. ظل الفحم بداية القرن الماضي مصدر رئيسي للطاقة. قد إيه؟ ثلثي الطاقة. تراجع حتى وصل إلى ربع الطاقة. ربع الطاقة 2023. طب ليه كان عندي ارتفاع في إنتاج قارة آسيا من الفحم؟ هي بيقول لي إن أنا عندي عدة أسباب. طب السؤال ممكن يجي إزاي؟ زي ما هو مكتوب كده بما تفسر. يرجع ارتفاع إنتاج قارة آسيا من الفحم إلى عدة أسباب. هقول له أول حاجة اللي أنا كان عندي كميات كبيرة من الفحم في القارة. اتنين، الاعتماد على الفحم كمصدر رئيسي للطاقة المستخدمة في عديد من الصناعات. زي إيه؟ زي مثلا صناعة الصلب. طب أولى الدول إنتاجا للفحم في قارة أوروبا هي مين؟ هي روسيا. الأولى في أوروبا روسيا، والأولى في الصين، والأولى في قارة آسيا الصين. يبقى أولى في قارة آسيا صين، أولى في قارة أوروبا هي روسيا. طب تنتج قد إيه؟ تنتج قارة آسيا من الفحم 75% من الإنتاج العالمي. طب أوروبا؟ لا، أوروبا حاجة صغننة كده على قدها، بتنتج 6% من الإنتاج العالمي. عندي كمان بنتكلم عن البترول. البترول بيقول لنا هو المادة الخام لصناعة البتروكيماويات الحديثة والصناعات المعدنية. خلينا متفقين إن البترول والغاز الطبيعي مش بس بيستخدموا كوقود، لكن كمان بيتم تكسيرهم في المصانع لاستخراج مواد كيميائية أساسية تستخدم في صناعة آلاف من المنتجات اللي بنستخدمها يوميا. طب زي إيه؟ زي البلاستيك والأسمدة والأدوية، مواد التنظيف، الألياف الصناعية، والإطارات والأصباغ والدهانات. عندي كمان البترول بيخشلي في الصناعات المعدنية، ويستخدم بصورة أساسية في توليد الكهرباء وفي وسائل النقل. بيستخدم البترول في حاجتين: في توليد الكهرباء وفي وسائل النقل. يبقى البترول مادة خام لصناعة إيه؟ للصناعات البتروكيماويات الحديثة والصناعات المعدنية. طيب يستخدم بصورة أساسية في إيه؟ في توليد الكهرباء وفي وسائل النقل، ويؤثر بشكل كبير في الاقتصاد العالمي.
ممكن دول يحصل ما بينها وما بين بعض صراعات لمجرد إن في حد عايز من دولة تانية بترول، أنا لا أديك وأبقى أنا دولة غنية والدنيا معايا كويسة، يقول لك والله إحنا العلاقات الدولية بتاعتنا مش أفضل حاجة، فأنا مش هديك بترول. يبقى تاني بيؤثر بشكل كبير في الاقتصاد. أنا لو بعتلك هبقى حد غني جدا عشان البترول مش رخيص، وفي العلاقات الدولية على حسب تعاملنا مع بعض هديلك بترول ولا لأ. زي ما شفنا في حرب 73، احنا لما وقفنا او الدول العربية مشكورة ساعتها وقفت اللي هي تدي بترول للدول الاخرى اللي كانت بتحاربنا في الحرب، ابتدينا ان احنا نكسب الحرب بسبب مساندتهم وعدم ارسالهم البترول للدول الاخرى. طب أولى الدول في إنتاج البترول هنلاقيها مين؟ في قارة آسيا هي دولة السعودية، وأولى الدول إنتاجا للبترول في أوروبا هي دولة روسيا. يبقى آسيا في السعودية، وأوروبا عندنا نلاقي روسيا. طب قارة آسيا قد إيه من البترول؟ قال لي خمسي الإنتاج من العالمي. خلي بالنا اللي ده العالمي مش على مستوى القارة. طب وقارة أوروبا خمس من الإنتاج العالمي، هنا خمسي وهنا خمس. خلي بالنا من الكلام وخلي بالنا من النسب. طب هي النسب ممكن تيجي لحد اللحظة دي المفروض مفيش نسب جاية، الله أعلم بعد كده ايه اللي ممكن يحصل. احنا بنذاكر كل حاجة عشان ما نعرفش ايه اللي ممكن يجيلي في آخر لحظة في امتحان. طب الغاز الطبيعي بما تفسر، يعد الغاز الطبيعي منافسا قويا للبترول. ليه الغاز والبترول دايما بيحصل ما بينهم تنافس؟ ليه؟ عشان الغاز الطبيعي بلاقي في سهولة في استخراجه عن البترول، واحنا كمان بنخرجه من باطن الارض نلاقي ان التكلفة بتاعته منخفضة. البترول وهو بيخرج من باطن الارض يعمل لي غازات تلوث للبيئة. الغاز الطبيعي يقول لنا لا والله انا قليل في تلوث البيئة، ما بطلعش تلوث بيئة كتير، ثمنه رخيص عن البترول. طب أولى الدول إنتاجا للغاز الطبيعي في قارة آسيا إيه؟ ألاقيها دولة إيران. إيران تسيبها والنبي ما سيبها، أنت هتبقي الأولى فأنا هبقى التانية. تبقى الأولى إيران، التانية الصين. أولى إيران، تانية صين. طب أولى الدول إنتاجا للغاز الطبيعي في قارة أوروبا هي دولة إيه؟ هي دولة النرويج. يبقى الأولى في آسيا إيران، التانية في آسيا الصين، في أوروبا ألاقي دولة النرويج. تنتج قارة آسيا من الغاز الطبيعي قد إيه؟ قال لنا ثلث الإنتاج العالمي، وهي أولى القارات إنتاجا له. أولى قارة في الغاز الطبيعي هي قارة آسيا. طب قارة أوروبا قد إيه؟ خمس الإنتاج العالمي. هنا بيعرفنا يعني إيه طاقة أحفورية. بيقول لنا هي الطاقة الناتجة عن حرق مواد ذات أصل حيواني أو نباتي تستخرج من باطن الأرض، وينتج عن حرقها كمية كبيرة من غاز ثاني أكسيد الكربون، لذا تلوث البيئة. يعني إيه طاقة ناتجة عن حرق مواد ذات أصل حيواني أو نباتي؟ إحنا بنتكلم في الفحم مثلا، هو هنا بيستخرج من نبات فبنقول عليه من أصل نباتي. طيب عندنا البترول مثلا من أصل حيواني اللي هو تراكم الحيوانات بتحول لي بعد كده إلى بترول، فبيقول لي من أصل حيواني أو نباتي بيستخرجوا من باطن الأرض. نبدأ اللي احنا بنحرق الكلام دوت، يبدأ مع الحرق بتاعه عشان نجيب طاقة يطلع غاز بنسميه ثاني أكسيد الكربون. ثاني أكسيد الكربون ده بيلوث للبيئة. ده شرح التعريف نفسه. طب لو احنا هنكتب التعريف أو جالي فاكتب ما تشير إليه العبارة، قال لي الطاقة الناتجة عن حرق مواد ذات أصل حيواني أو نباتي وتستخرج من باطن الأرض، وينتج عن حرقها كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون، لذا تلوث البيئة. هكتب له الطاقة الإحفورية. طب هو بيجيب لي التعريف كله؟ ممكن يجيب لي قطعة صغيرة من التعريف ويقول لي اكتب ما تشير، أو يجي يقول لي ما المقصود، يجي يقول لي عرف ما المقصود وعرف. حضرتك بيجي لك التعريف، بيجي لك أسفة الاسم بتاعه الطاقة الإحفورية، وحضرتك بتكتب التعريف. طب أنا عندي طاقة متجددة. الطاقة المتجددة إحنا عارفين من زمان اللي هي ما بتخلص، وغير كده هي نظيفة لا تلوث البيئة. طب أنا عندي طاقة متجددة، عندي طاقة متجددة. تحظى الطاقة المتجددة باهتمام كبير، لازم يبقى ليها اهتمام. طب ليه؟ ليه أنا لو ما اهتمتش بالطاقة المتجددة هيبقى أنا كده مش عارف أي حاجة في التكنولوجيا. ليه؟ دي طاقة نظيفة ما بتخلص، مش هيبقى عندي فلوس كتير هصرفها عشان أجيبها، أسيبها ولا أهتم بيها؟
لا ههتم بيها خلال العقود الأخيرة، يعني في آخر السنين، لأنها طاقة نظيفة غير ملوثة للبيئة. هي نظيفة وما بتلوثش البيئة، تنتج عن مصادر متجددة غير قابلة للنفاذ، يعني المواد دي ما بتخلص، متوفرة في معظم مناطق العالم. يساعد زيادة الاعتماد عليها في انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. مش ببدأ إن أنا أحرق حاجة تطلع لي غاز، ده بالعكس، دي مية، شمس، حاجات حلوة كده ما بتسببش أي مشكلة للدولة أو بالنسبة كمان للجو. تتعدد مصادر الطاقة المتجددة في قارتي آسيا وأوروبا. طب ما تقول لنا هو إيه تتعدد وسايبني؟ أول حاجة يقول لي الطاقة الكهرومائية. إيه هي الطاقة الكهرومائية؟ الطاقة اللي بتجيلي من المياه. طب قارة آسيا بتجيلي منها قد إيه؟ قال لي نصف الطاقة الكهرومائية عالميا تجيلي من الطاقة من قارة آسيا. طب بسبب إيه؟ بسبب كثرة الأمطار والأنهار في القارة. طب الأمطار إيه سببها؟ وإزاي سبب كثرة الأمطار والأنهار في القارة؟ عندي كذا سبب. أول حاجة الأنهار بيبدأ اللي هي ينزل لي مية، فبيبدأ اللي هي تكون موجودة في الأنهار. والأمطار كمان بيبدأ اللي هو يحط لي حاجات تحوش لي مية المطر، فمن خلالها كمان أقدر اللي أنا أولد طاقة كهرومائية. طب أولى الدول إنتاج للطاقة الكهرومائية في قارة آسيا هي إيه؟ هي دولة الصين. وأولى الدول الكهرومائية في قارة أوروبا هي دولة روسيا. طب أوروبا عندي بقى حاجة كتيرة ولا قليلة؟ قال لنا 16% من إنتاج العالم. الرياح، أولى الدول إنتاجا لطاقة الرياح في آسيا اللي دايما معانا في كل حاجة هي دولة الصين. طيب وأوروبا؟ أوروبا لاقيها ألمانيا. أوروبا الدولة ألمانيا. طيب قارة آسيا من طاقة الرياح قد إيه؟ نصف الإنتاج العالمي، وقارة أوروبا ربع. يبقى تاني عندي آسيا نص وأوروبا ربع الإنتاج العالمي. بعد كده عندي الطاقة الشمسية. الطاقة الشمسية أولى الدول إنتاجا للطاقة الشمسية في قارة آسيا وعالميا كمان هي دولة الصين. طيب قارة أوروبا دولة ألمانيا. طب قارة آسيا من الطاقة الشمسية قد إيه؟ قال لي ثلثي الإنتاج العالمي، وقارة أوروبا خمس الإنتاج العالمي. طب أنا عندي مشكلات في التعدين بتواجه في قارتي آسيا وأوروبا؟ طبعا يؤدي النشاط التعديني إلى انبعاثات كميات كبيرة من غاز ثاني أكسيد الكربون للأسف. وهو بيبدأ يتصنع، بيبدأ اللي احنا بنحرق غازات كتيرة وبنحرق حاجات كتيرة، ده بيبدأ يطلع لي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. ثاني أكسيد الكربون بيبدأ أو الغازات كمان اللي بتطلع من المعادن يبدأ يعمل لي تغيرات في المناخ. تغيرات المناخ ديت يحول لي الجو، مثلا لو هنتكلم على قارة افريقيا ونتكلم على مصر، يحول لي درجة الحرارة عندي هنا في مصر من ما كانش عندي تلج لممكن الشتاء تنزل لي تلج. يجي لي هنا في قارة أوروبا من المعتدل بتاعها ممكن يكون في شوية سخونة في الجو، للي أنا ألاقي الجو بتاعها معتدل بارد. معتدل البارد دوت يعمل لي التلج، يخلي الحالة الاقتصادية بتاعت البلد مش أفضل حاجة. تستخدم كمان في عمليات التعدين السطحي والباطني مواد كيميائية ضارة. عمليات تعدين سطحي وباطني يعني إيه؟ التعدين السطحي ده اللي بنلاقي المعادن تحت القشرة الأرضية على طول. طيب الباطني لا، أنا محتاج أحفر كتير عشان ألاقي المعادن. بنبدأ عشان نعمل كده نستخدم مواد كيميائية، دوت للأسف ضارة. طب المواد الكيميائية دي ضارة إزاي؟ قال لي لو نزل أمطار وإحنا مستخدمين مواد كيميائية، مش الأمطار دي هنبدأ اللي إحنا نستخدمها كمية، فالمية ديت تبدأ اللي هي تضر بصحة الإنسان، ففي الوقت دوت بتكون ضارة، قد تختلط بمياه الأمطار وتنتقل إلى الأنهار وغيرها. الارتفاع كمان الكبير في تكاليف الإنتاج. ليه؟ عشان الحياة في أوروبا بتكون غالية جدا، وكمان الموظف في أوروبا بيكون بياخد فلوس كتير على حاجة زي اللي هو يبدأ يخلص أو يستخرج المعادن من باطن الأرض، فبيكون عندي ارتفاع في العمالة. فوقت دوت اللي أنا بيبقى عندي ارتفاع في العمالة بيكون في مشكلة بالنسبة لقارة أوروبا، ما بتعرفش تطلع المعادن الكافية مقارنة طبعا بقارة آسيا. إلى جانب ارتفاع تكلفة استخراج الموارد المعدنية نفسها. يعني أنا عندي مشكلة في ارتفاع العمالة، وعندي كمان مشكلة في الموارد المعدنية في المناطق النائية.
ضعف التكنولوجيا المستخدمة في التعدين. في أماكن أو في دلوقتي أجهزة بتكون أسهل اللي أنا أعرف المنطقة دي ألاقي فيها معادن ولا لأ، ألاقي فيها آثار ولا لأ، بتكون أسهل. في الوقت دوت هم بيقابلوا للأسف ضعف في التكنولوجيا المستخدمة. تفتقر بعض مناطق قارة آسيا إلى التكنولوجيا الحديثة، ما عندهمش، فدوت للأسف بيبدأ يعمل لهم مشكلة في استخراج المعادن. وكمان عندهم مشكلة وتدريب العمالة في مجال التعدين مقارنة بالتقدم التكنولوجي في قارة أوروبا. يعني قارة آسيا عندهم فقر في مناطق عندهم معينة بالنسبة للتكنولوجيا مقارنة بقارة أوروبا. استنزاف عديد من الموارد المعدنية من دول غرب أوروبا مثل فرنسا وبريطانيا. ليه؟ بسبب الاستخدام غير المستدام لها وطول فترة التعدين. يعني انت دلوقتي بنبدأ اللي احنا نستخدم الموارد المعدنية. طب هي المعدن اللي عندي ده هيفضل موجود ولا هيخلص؟ لا، مع الوقت هيبدأ اللي هو يخلص. فانا عندي بقى في فرنسا وبريطانيا الاتنين بيفضلوا ياخدوا منه من غير ما يكون ليهم حساب، فبيحصل لي استنزاف للموارد. طب إزاي باحل مشكلات التعدين في قارتي آسيا وأوروبا؟ قال لي قامت القارتان بمحاولات عديدة عشان تواجه المشكلة. عملتوا إيه؟ أول حاجة إطلاق عديد من مبادرات استدامة الموارد. خد اللي أنت عايزه بس ما تستنزفش المورد، يعني ما تاخدش منه عمال على بطال كتير، خد الكمية اللي أنت محتاجها وبس، وكمان سنة خد كمية تانية، كمان سنة خد كمية تانية عشان يبقى المورد معايا. والاتجاه نحو إعادة تدوير المعادن والبحث عن بدائل للموارد. إعادة تدوير المعادن يعني إيه؟ يعني مثلا حديد صدى، أبدأ أخده وأسيحه وأستخدمه مرة تانية، مبدأش اللي أنا أرميه وخلاص على كده. بحث الموارد غير اللي موجودة، يعني مثلا ما أعملش المقبض بتاع الباب من نحاس. طب ما انت عندك اي حاجة تاني بتكون ارخص من النحاس ومش محتاجينها تعمل منها مقابض الابواب. وتقليل الاعتماد عليها. استخدام كمان التقنيات الحديثة لتقليل التأثيرات السلبية، بدل ما نقعد نحفر ونحط مواد كيميائية وأنا معرفش هنا في معدن ولا لأ. طب ما تستخدم معدات حديثة واعرف الدنيا جوه فيها إيه الأول. على التأثيرات السلبية للتعدين على البيئة والتوسيع في استخدام الطاقة المتجددة في المناجم الخضراء. هنعرف دلوقتي ما المقصود في المناجم الخضراء بعد ما نخلص الحاجات اللي هم عايزين يقولوها بالنسبة لطرق مواجهة مشكلات التعدين. إصدار عدة قوانين لحماية البيئة. أنا هعمل قانون عشان أحمي البيئة بتاعتي من الآثار السلبية، مثل قانون المواد الخام الحرجة الذي أصدره مين؟ الاتحاد الأوروبي لضمان استدامة الموارد المعدنية للأجيال القادمة. طب يعني إيه مناجم خضراء؟ قال لي تستخدم أساليب تعدين حديثة صديقة للبيئة عشان أقلل من التلوث البيئي، وتحقيق كمان الاستخدام الأمثل والمستدام للموارد الطبيعية. في حاجات كمان كانوا بيقولوها في المناجم الخضراء، اللي أنا بعد ما أعمل المنجم وابدا ان انا اطلع منه واستخدم المواد بتاعتي، ابدا ان انا ازرع شجره جنبه. طب ليه؟ عشان تبدا تسحب ثاني اكسيد الكربون الضار في المكان ده، فيبقى كمان من المناجم الخضراء. المعلومة الإسرائيلية اللي عندي بيقول لي أثرت الحرب الروسية الأوكرانية بشكل كبير على استخراج الحديد. يبقى الحرب الروسية الأوكرانية أثرت بشكل كبير على استخراج الحديد، إن أنا أخرج حديد ومنجنيز من مناجم أوكرانيا، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل وتعرض عديد مناطق التعدين للقصف. كده خلصنا الدرس، أشوفكم على خير في درس جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.